مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده. انا يحيى واحنا في سيمي سينما. الفيلم اللي هقدمه ليكم النهارده من نوعيه الافلام اللي هتخليك مستمتع لاخر دقيقه، ومحتاجك تكون مركز لاخر دقيقه لان التحول والبلوت تويست اللي بيقدمه مش سهل انك تجيبه. فيلم لطيف وهتكون مبسوط وانت بتتفرج عليه لان الصدمه اللي بيقدمها في الاخر من النوع اللذيذ واللي هتخليك منبهر جدا. هتعيش جو من شد الاعصاب والتوتر ومحاوله تخيل الاحداث اللي هتحصل مع البطل، وكمان تخيل حاله الناس اللي هتسمع صوتهم بس ومش ظاهرين لان الفيلم كله بتدور احداثه في غرفه 911. الفيلم بتاعنا من اخراج انطوان فوكوا واللي عمل افلام كتير عظيمه زي تريننج داي، ذا ايكولايزر، ذا ماجنيفيسنت 7، ومن بطولة العظيم جيك جيلنهال. ودي مش المرة الأولى اللي اشتغلوا فيها مع بعض لأنهم اشتغلوا مع بعض مرة قبل كده في الفيلم اللي تم إنتاجه في 2015 ساوث بول. الفيلم اللي معانا النهارده من إنتاج نتفليكس سنة 2021. بس يعني مش قبل ما نبدأ مش تنزل تديها لايك وسبسكرايب وتحاولوا توصلون 1000 سبسكرايب قبل آخر الشهر؟ مش ممكن؟ تبدأ أحداث الفيلم بإن بيحصل حريق كبير في غابات لوس أنجلوس، واللي بتؤدي لوجود حالات طوارئ كتير في البلد، واللي بتخلي معظم الناس تكلم 911 عشان المشكلات الكتير اللي بتقابلهم. وهنا بيبدأ بطل الفيلم جو بيلر واللي هو جيك جيلنهال في دور ضابط شرطة، واللي تم تخفيض رتبته لضابط في مكتب 911 لاستلام مكالمات الطوارئ. طبعا زي ما قلنا احداث الفيلم كلها في قسم 911 لاستلام مكالمات الطوارئ. في رايي ده اللي هيدي الفيلم طابع خاص لاننا هنشوف التحدي اللي هيواجه البطل وازاي هنعيش مع ردود افعاله. مفيش ناس، مجرد اصوات وتخيل الاحداث، وازاي ان اصوات الاشخاص هتخليه متوتر ومنفعل ومش عارف يركز. دي كلها تحديات هنعيشها مع البطل على مدار الفيلم. طبعا في وجود الحريق الكبير وحالات الطوارئ الكتير بيبدا يجيله مكالمات وبيبدا يتعامل معاها عشان يحلها، وفي وسط المكالمات دي كلها بتجيله مكالمه خاصه بيه وبيعرف من خلالها انه متهم في قضيه ما في جانب من حياته لسه هنتعرف عليه. احداث الفيلم بتفضل هاديه لغايه ما بتيجي لجو مكالمه، ومن هنا بيبدا تطور في احداث الفيلم. بتجيله المكالمه في صوره واحده بتكلم بنتها وبتحاول تشرح لها انها تتاخر عن البيت. بيستغرب في البدايه لكن لما بيكمل المكالمه بيستنتج انها بتحاول تشرح له انها مخطوفه. مكالمة صعبة بتسيب بطلنا جو في حالة من الحيرة واللي بتبان على ردود فعله، اللي بتخليه بيحاول يعرف مين اللي بيكلمه أو مين اللي خطفها أو مكانها فين. كلها أسئلة هيحاول يتعامل معاها جو خلال رحلة الفيلم. وطبعا الخط بيقطع قبل ما يعرف أي حاجة. بيبعت جو لدوريات الشرطة إن في واحدة مخطوفة وهو ما يعرفش عنها أي معلومات شخصية، وإنه هيحاول يعرف عنها مكانها أو أي حاجة تخصها وهيحاول يبلغهم بعد كده. هنا بقى بنشوف التنوع في الأصوات اللي بنسمعها ونتفاعل معاها كأننا جو، لأن التنوع ده والشد والجذب اللي هيحصل في الأصوات هيدي متعة خاصة للفيلم. من خلال الرقم اللي كلمتهم عليه بيعرف اسم المتصلة وهي إيميلي لايتون، واللي بتقوم ممثلة رايلي كيو بالأداء الصوت الرائع ليها اللي هيعيشك معاها كده في حالة من التعاطف التام لغاية آخر الفيلم. ومن خلال الفيلم بيعرف يجيب عنوانها ورقم تليفون البيت وبيتصل بيها. وهنا المفاجأة إن إيميلي عندها بنت عندها 6 سنين وابن رضيع اسمه أوليفر. وطبعا وجود بنت زي دي لوحدها من غير أمها بيخليها خايفة لما بترد على التليفون. بيحاول جو يطمنها ويعرف من خلالها هي ساكنة فين، وبيكتشف منها إن في شخص في حياتهم بيخليها تناديه بابا واسمه هنري، وبيعرف منها رقم هنري وبيبدأ يكتبه وراها. وفي وسط تصاعد الأحداث بنتعرف على جانب من حياة جو الخاصة، وبنعرف إن عنده زوجة انفصلت عنه بسبب القضية اللي ذكرناها في الأول، وإن عنده بنت طفلة وهو بيحاول يوصل ليها عشان يثبت لها إنه بريء من القضية اللي عليه. تنتقل الأحداث لأن جو بيحاول يتصل بالرقم اللي هو رقم هنري واللي الطفلة آبي اديتهوله، وبيرد عليه هنري وبيبدأ مناوشات في الكلام بينه وبين جو لدرجة إن جو بيفقد تركيزه وبيتعصب على هنري. وهنا بيحاول جو يتواصل مع شخص تاني وهو صاحبه، واللي بنكتشف بعد كده ان هو ده الشاهد الوحيد عليه في القضيه. وبيطلب جو مساعدته انه يروح لبيت هنري ويحاول يفتش ويلاقي اي خيط اي مكان ممكن يروح له هنري. فجاه بتيجي لجو مكالمه من الطفله ابي وبتعرفه ان الشرطه وصلت للبيت، وهو بيطمنها ان هم ناس هتساعدها هي واخوها. ومن خلال الضابط اللي موجود بيعرف جو ان الطفل اخوها اتصاب باذى، وطبعا ساعتها بيكلم هنري على طول ويحاول يعرف منه هو عمل ايه في الطفل. وهنا بيحاول هنري انه يدافع عن نفسه، ولكن جو بيفقد اعصابه وبيوجه له كلام قاسي جدا من نوعيه انه مجرم وانه المفروض يكون في السجن او يتعدم. وهنا بقى التباين العظيم اللي موجود في الاصوات، من صوت ايميلي البنت المخطوفه اللي خايفه ومرعوبه لصوت الطفله اللي خايفه وعماله تعيط، لصوت انفعال هنري والشد اللي حصل بينه وبين جو واللي يخليك مش طايق هنري اصلا، لصوت صاحبه اللي فيه نوع من اليأس. كل دي اصوات بتخليك عايش معاها كانك شايفها، كانك معاهم في قلب الحدث. بيحاول بعد كده جو يتواصل بايميلي وبيتصل بيها وبترد عليه ايميلي وبتعرفه انها خايفه ان هنري يموتها. فبيحاول جو يهديها ويكلم الشرطه،
وبيحاول يوصلهم لمكان هنري وانهم يعترضوا طريقه. بيرجع جو لايميلي وبيحاول يوصل لحل اللي يخليها تهرب من هنري، وبيتفق معاها انها تدور على اي حاجه صلبه عشان تضربه بيها. وفعلا بتلاقي طوبه جنبها وجو بيوجهها انها تضربه بيها اول ما يقف بالعربيه وتهرب. وفي وسط كلام جو مع ايميلي بتحكي له انها خايفه ان اوليفر يكون اتصاب لما حاولت تشيل التعابين من بطنه. وفجاه بتتحول القصه كلها لما بتيجي لجو مكالمه من صاحبه اللي في بيت هنري وبيقول له انه ملقاش حاجه مهمه غير فواتير مستشفى في ولايه بيتون مش مدفوعه، وانها باسم ايميلي وهي مريضه وبتتعالج هناك. من هنا بيعرف جو ان ايميلي مريضه نفسيه وبتتعالج، وان هنري ما كانش خاطفها وكان بيحاول يرجعها للمستشفى. بيحاول جو يتمالك اعصابه ويفوق من الصدمه، صدمه ان كل ده بيساعد الشخص الغلط. وبيحاول ساعتها جو يكلم هنري عشان يفهم منه ايه اللي حصل. والاول مره يا جماعه بنشوف هنري وهو مظلوم، وازاي نظرتنا هيتغير ليه عن الاول. تحول رهيب في احداث القصه. المجرم الخاطف طول الفيلم طلع مظلوم وبيحاول يساعد ايميلي. تويست رايق ومش سهل انك توصل له على طول، مش سهل اصلا انك توصل له من اول الفيلم. وبيبدا هنري يشرح لجو انه ما كانش خاطفها وانه بيساعدها وانه مظلوم وحزين جدا على ابن اوليفر اللي هي اذته. حاول جو يهديه وبيقول له انه هيساعده وهيبعت له الشرطه للمكان اللي هو فيه عشان تنقذه. وطبعا بتوصل الشرطه وبتساعد ايميلي انها توصل للمستشفى. النوعيه دي من الافلام مستحيل تنجح لو الحوار ما شدكش على طول رحله الفيلم، لان الفيلم كله متصور في اوضه واحده، فلازم يكون في دراما قويه وتصاعد في الاحداث بطريقه سلسه عشان الحوار ياخد حقه وتفضل مشدود معاه طول الفيلم. وبس كده. طبعا احنا ما حرقناش احداث الفيلم كلها، لسه في فرصه انك تخش تتفرج عليه وتتشد مع الاحداث. في النهايه لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والكومنت والشير والسبسكرايب عشان ده بيدعمنا وبيخلينا نستمر في تقديم المحتوى. سلام.